ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، وريحة البلاد يا خويا أغلى من العين. ريحة البلاد ملطفها ما بيشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. ريحة البلاد ملطفها ما بيشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. وارجع عيوني رشفها من بعد غياب سنين. ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، وريحة البلاد يا خويا أغلى من العين. سلم لي على الدار وتراب بلادي الغالي، وجيب لي اخبار اهلي وناسي وعيالي. سلم لي على الدار وتراب بلادي الغالي، وجيب لي اخبار اهلي وناسي وعيالي. جيب لي الاخبار وتجيب بدموع العين. ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا. أهم حاجة ربما يجلبت انتباهي إنهم مدوا يد المساعدة للنساء وأطروهم، معناها مش المرأة تخدم بطريقة عشوائية، مثلا تعرف تقطر الزهر ولا تعرف تعمل المعجون بطريقة عشوائية وليها هي فقط. هما أطروهم وعلموهم قيمة الحاجة اللي يعملوها، قيمة المعجون كيفاش يعملوه، قيمة الشريحة مثلا كيفاش ينجموا يسوقوها. فعلموهم التقنية وعلموهم كيفية التسويق، ما ولاوش ما بقاوش فقط محدودي الإنتاج فقط للأسرة أكاهو، إنما يبداو يعرفوا بإنتاجهم، وهذا يخول لهم أنهم يشاركوا في معارض خارج المنطقة اللي هما فيها، تكون من الإنتاج المحلي للجهوي فالوطني ولماء العالمي. فرصة أتاحتها لنا جمعية جيزات مع الجمعيات المجتمع المدني في نفزة للتعريف بالمخزون الطبيعي والبيئي في هذه الجهة اللي في الحقيقة تزخر بمخزون كبير. نحن بدورنا كمندوبية جهوية للثقافة ومؤسسات ثقافية وجمعيات ومجتمع مدني مطالبين بدعمها بمساندتها والعمل على ترويج لها. حبينا نشجعوا الناس باش تنتج الحاجات الموجودة في بلادنا في نفزة، باش نعرفوا زاد الناس توانسة الكل بالثروات اللي موجودة عندنا. هي كانت دورة ناجحة، حسينا فما إقبال، حسينا الناس عرفت المنتوجات اللي موجودة عندنا. إن شاء الله تتواصل، وإن شاء الله كل عام يولي عنا مهرجان خير نفزة وننجحوا فيه إن شاء الله. اليوم نهار عظيم جدا فهمت الله معناتها في خيرات نفزة، جميع شرائح المجتمع موجودة، جميع الأكلات، جميع الاختصاصات، المنتوجات الفلاحية. حقيقة يوم ممتاز ويوم ناجح على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات. تنشيط ثقافي، تنشيط للأطفال، سياحة بيئية، سياحة إيكولوجية، زوار من جميع الجهات. حقيقة معناتها يوم ناجح. البادرة هذية باهية برشا، إن شاء الله تكثفوا منها باش نزيدوا نعرضوا أكثر منتوجات. بالنسبة خاطر تونس يعني تحتاج شوية تضحية وشوية مسؤولية، ولفتت نظر من كل الهياكل يعني المعنية بالأمر أنها يعني تشجع. ثم طاقة شبابية كبيرة برشا في نفزة، إن شاء الله تشجعونا وبإذن الله مستقبل خير إن شاء الله. التظاهرة ذي حاجة هايلة جدا بس نعرفوا منتوج المنطقة الكل، ونشكر كل من عاوننا من الجهات اللي ساهموا في تأطيرنا وتكويننا والتكوين في التقطير وعاونونا بالتجهيزات. ونشكر ديوان تنمية الغابات والمراعي.
بالشمال الغربي، اللي هما كانوا زاد شريك لنا في التظاهرة هذه اللي تساهم في دعم المرأة الريفية والتعريف بالمنتوج الغابي تاع معتمدية نفزة. اليوم الترويجي هذا يندرج في إطار المنصة التشاركية للمنتوجات الغابية الغير خشبية بمعتمدية نفزة برعاية وكالة التعاون الألماني، مشروع النهوض بالفلاحة المستدامة والتنمية الفلاحية، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببيجة، ديوان تنمية المراعي والشمال الغربي ببيجة، مجامع التنمية الفلاحية بمعتمدية نفزة، الجمعية التونسية للفلاحة البيئية، إدارة الغابات. هناك عديد العارضين من الجمعيات التنمية الفلاحية، عديد المنتوجات الغابية كالعسل وزيت القاذوم والبندق والفريز. فما ندوات علمية على هامش هذه التظاهرة. وتراب بلادي الغالي وجيب لي أخبار أهلي وناسي وعيالي، سلم لي على الدار وتراب